فاكرين لعبة مومو المرعبة؟ الوش المخيف اللي كان بيظهر فجأة في نص الليل ويخوف الأطفال على واتساب؟ القصة بدأت سنة 2016 لما فنان ياباني اسمه كيسوكي آيسو صنع مجسم مرعب جدا اسمه ماذر بيرد. وشه كان عبارة عن ست بعيون جاحظة وابتسامة مرعبة بشكل مش طبيعي. لكن في 2018 الصورة انتشرت بشكل جنوني على الإنترنت تحت اسم مومو، وكان الناس بيقولوا إنك لو بعت رسالة للرقم بتاعها هتبدأ توصلك صور مخيفة وأوامر مرعبة. ومع بداية 2019 العالم كله بدأ يتكلم عن تحدي مومو، وظهرت إشاعات إنها بتجبر الأطفال على تنفيذ تحديات خطيرة وإيذاء نفسهم. لكن بعد تحقيقات كتير اتضح إن مفيش دليل حقيقي يثبت وجود لعبة منظمة فعلاً، وإن أغلب اللي حصل كان رعب وإشاعات انتشرت بقوة على السوشيال ميديا. والأغرب إن المجسم الأصلي نفسه اتحطم بعد الضجة الكبيرة. بس السؤال هنا، لو فجأة جالك دلوقتي إشعار من رقم مجهول وعليه صورة مومو، هل هتفتح الرسالة؟ وهتعمل إيه؟ وقول لنا، هل ليك موقف معين أو مع أولادك مع اللعبة دي؟ واعمل لايك وشير الفيديو.